أصحوا يا كبك، خلوكم كالأسود، تسودون العالم كله بل إلم. لا للجبناء، كون كالسماء تنظر الناس إليها نظرة تعجب واستغراب، ولا تكون كالأرض تطف الناس فيها. يا شباب، إذا عملنا من أجل الوطن الغادم يكون أجمل، وإذا عملنا من أجل مصالحنا الغادم يكون أسوأ من حاضرنا. والله حل مشكلة السودان إلا للسودانيين فقط، لا غير. ناس أصبحت لا أمان فيها، يجرون خلف الدولار فقط من أجل إكمال محامهم الشخصي، وبعدين الشعب يكون هو الضحية. ممكن أن يكون خطي ضعيف شوية، ولكن في الختام الجهل في من يعرف يكتب ما حدث الآن ولكن لم يكتب عن الواقع من الرعب. يا ريت نركز إلى مصالحة الوطن، وديما نسعي جاهدين لبناء السودان أفضل لأجيال القادمة. تحياتي لكل المشاهدين، ومن هنا بقول لكم أبقوا